السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وصفة النهاردة وصفة حلوة جدا، حلوة قوي مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن. تعالوا نعمل مع بعض كيكة التايجر بطريقة سهلة جدا، والمقادير سهلة وبسيطة ومش هتاخد معانا وقت خالص. وزي ما انتوا شايفين كده شكلها تحفة جدا، وكمان مش شكل بس، الطعم والريحة بتاعتها حكاية وطرية جدا. شايفين بقى الجمال؟ تحفة جدا، طرية كده وهشة وطعمها حلو جدا. احلى كيكة ممكن تعمليها ومش هتاخد معاكي وقت، وفي الاخر بتدي شكل حلو جدا. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة منكم. ويلا بينا نسمي الله ونسمي على الرسول وندخل في الوصفة على طول. اول حاجة هنجهزها هي المواد الجافة. معايا 2.5 كوباية من الدقيق. الدقيق ده انا نخليه كويس، ادخليه مرة او مرتين علشان تدخلي الهواء فيه كده والكيكة تطلع معاكي حلوة. حطيت عليهم رشة من الملح، وحطيت كيس من البيكنج باودر او معلقة كبيرة، وهحط معلقتين كبار من النشا. دي المواد الجافة بتاعتنا. هديهم بقى تقليبة حلوة كده مع بعض وهركنهم على جنب. وبعد كده هنشوف المواد السايلة هنعمله في الخلاط، وممكن تعمليه بالمضرب الكهربائي عادي جدا او بالمضرب اليدوي كمان. معايا 3 بيضات، حطيت عليهم كوباية من السكر. لو انت بتحبي الكيكة مسكرة شوية تقدري اللي انت تحطي 1.25 كوباية. تمام. يبقى احنا حطينا كده 3 بيضات وعليهم كوباية سكر وضربتهم مع بعض كويس جدا لحد ما لونهم يفتح كده والسكر معايا يدوب. بعد كده هنزل عليهم بكوباية من الحليب، والكوباية اللي تعايري بيها هي تبقى 1 كوباية تعايري بيها كل المقادير. وهحط كمان كوباية من الزيت. ونسيت احط مع البيض في الاول فانيليا، فهحط دلوقتي كيسين معاهم، كيسين فانيليا. وهحط معلقة كبيرة من الخل. بعد كده هشغل الخلاط وهضرب بقى المكونات بتاعتي دي مع بعض كويس جدا. بعد ما اتخلطوا مع بعض هبدأ بقى انزل بخليط السوائل على المواد الجافة، وبالمضرب كده وايدك تكون في اتجاه واحد، وتقلبي لحد ما كله يتخلطوا مع بعض. خلي ايدك في اتجاه واحد علشان ما تضيعيش الهواء منها. المضرب فك مني في الوقت ده، مش مشكلة، هنكمل بيه برضو. زي ما انتوا شايفين كده القوام كده تحفة جدا. خلطته مع بعض كويس، وتجيبي من تحت لفوق كده علشان ما يبقاش فيه دقيق تحت باقي وما يكونش اتخلط مع المكونات كويس. فلازم تخلطي ويكون زي ما قلنا ايدك في اتجاه واحد. تمام. بعد كده جبت بولة تانية وهبدأ اللي انا اقسم الخليط بتاعي على نصين. هخلي جزء ابيض زي ما هو، والجزء التاني هنشوف هنحط عليه ايه دلوقتي. هجيب معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معلقتين حلوين قوي. هبدأ بقى اللي انا اقلبهم. طبعا طالما حطينا كاكاو يبقى القوام بتاع العجينة بتاعتنا هيتقل معانا، فلازم نجهز جنبنا شوية من الحليب. هحط شوية بشوية كده، معلقتين بمعلقتين، واقلب لحد ما اظبط القوام بتاعها زي قوام الكيكة او العجينة البيضة. الجزء الابيض لازم القوام ده يبقى زي القوام ده عشان تبقى مظبوطة معاكي. فكل ما بقلب وبحتاج بحط معلقتين بمعلقتين، ما تحطيش كتير مرة واحدة علشان ما تجيش سايلة قوي معاكي. واقلبهم بقى مع بعض كويس لحد ما الكاكاو بتاعي يتخلط مع بقية العجينة وتبقى كلها حاجة واحدة. حطيت كده حوالي 1/4 كوباية من الحليب. وتشوفي برضو تجربي القوام بتاعها كده وتلاقيه نفس القوام بتاع البيضة. جميلة جدا. احنا كده خلصنا. هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها. دهنتها بالزيت كده بالفرشة، وبعد كده بطنتها بالدقيق. تمام. وجهزتها قبل ما اشتغل في اي حاجة علشان تبقى جاهزة معايا. بعد كده بجيب بقى العجينة بتاعتي، بحط جزء من الابيض وبعدين عليه جزء من الشوكولاتة، وتحطي في النص
علشان تطلع معاكي مظبوطة. والشوية اللي انت هتحطيهم من الابيض يبقى قد الشوية اللي هتحطيهم بالشوكولاتة، يبقى دي قد دي. تمام كده. زي ما شفنا كده بنحط في النص، حاولي اللي انت تظبطي ايدك وتبقى في النص، شوية من دي وشوية من دي. ممكن بمغرفة كده وتحطي واحدة من دي وواحدة من دي، او ممكن تحطي في حاجة ليها بوز علشان تعرفي اللي انت تتحكمي وانت بتحطي. تمام. هفضل بقى اعمل كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي بالطريقة دي. انا كده خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. كنت انا بقى مشغله الفرن علشان يسخن معايا. ظبطته على درجة حرارة 200 او 180 على حسب درجة حرارة فرنك يعني. ما تبقاش اللي هي هادية قوي، تبقى فوق الهادية شوية. لحد ما تستوي اخدت معايا نص ساعة وعشر دقايق، يعني 40 دقيقة بالظبط كانت طالعة بالجمال ده. من الجنب كده تلاقيها فكة عن الصينية. وجربتها بخلة من النص كمان، ومن غير ما اجرب كمان هي فتحت معايا من كتر السوا بتاعها وجمالها، واخده لون حلو جدا. الكيكه عايزه تسيبي ما تتهريش منك وانت بتقطعيها، سيبيها تهدى شويه وبعد كده قطعيها لو انت مش عايزاها تتهري منك. بس انا بصراحه هي كانت لسه سخنه وقطعتها معاكم، ولا اتهرت ولا اي حاجه، متماسكه وفي منتهى الجمال. شايفين بقى الجمال؟ واخده بقى شكل التايجر كده، وحاجه كده رائعه ما شاء الله. والارتفاع بتاعها حلو جدا ما شاء الله، بجد ارتفاعها حلو جدا وهشة قوي، وريحتها طالعة تحفة. وهي كانت في الفرن كمان كانت قلب البيت كله. تعالوا ما نقطع كده قطعة كمان. تقدري بقى اللي انت تقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها. انا قطعتها كده مثلثات، وممكن تقطعيها شرايح كده زي التوست كده، برضو بتبقى كيكة شرايح رفيعة كده، برضو بتبقى تحفة جدا. انا قطعت برضو جزء منها كده، وهتشوفوها في اخر الفيديو. شايفين بقى طريقة قد ايه ما شاء الله، وهشة حاجة كده في منتهى الجمال. بس هي طبعا سخنة في ايدي زي ما انتوا شايفين، وكان طعمها تحفة جدا. تقدري بقى تعمليها في الفطار، او ممكن تتعشي بيها، او ممكن في وقت العصاري كده مع كوباية شاي بلبن وانتي قاعدة كده، بتبقى حلوة قوي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ما بتاخدش وقت خالص، سهلة في عمايلها، وفي الاخر بتديكي نتيجة حلوة. عايزاكم بقى تجربوها تعجبكم جدا. شايفين بقى اللي انا قطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين، برضو شكلها تحفة جدا. وما بتقطعيها شرايح كده وتقدميها بتبقى قطع كده صغيرة و... ورقيقة كده، بتبقى حلوة قوي. فالتقطيعة اللي انت عايزة تقطعي بيها قطعيها براحتك خالص، واللي انت عايزاه وحباه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير دايما. وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة.